السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة على البارد، لا محتاجة فرن ولا محتاجة بيض ولا محتاجة حاجة خالص. الكيكة دي بالشوكولاتة، وهنعملها بالبسكوت على البارد. مجرد بس ان احنا هنجهزها نحطها في الفريزر كده تمسك شوية، وبعد كده نطلعها. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من اللبن، كاكاو خام، محتاجين 4 معالق كريم شانتيه، محتاجين معلقة كبيرة جيلاتين، كوباية سكر، محتاجين سوداني، محتاجين زبيب، جوز هند، الحاجة اللي انتي حابة تحطيها في الطعم. وكمان انا جايبة فواكه مسكرة عشان برضو احطها معاها. دلوقتي احنا هنبتدي نجهزها. كوبايتين اللبن دول دافين عشان احط كل المكونات فيها، لان انا عندي الشوكولاته انا مقطعاها. ممكن انتي تسيحيها زي ما انتي عايزه تقطعيها صغير علشان تحسي بالطعم بتاعها، بتبقى افضل كمان. دلوقتي انا دوبت السكر في اللبن، وهبتدي احط الكريم شانتيه، احطه معاها وادوبه. وبعد كده احط السوداني وجوز الهند والكاكاو الخام، وهحط بعد كده الفواكه المسكرة والزبيب، يعني الأطعمة اللي انتي حباها. يعني مش شرط تحطي الحاجات اللي انا عاملة، انتي ممكن تستكفي بس بالبسكوت كمان. يعني الحاجات دي كلها اختيارية، زيادات اللي انا عاملاها دي زيادات. تمام، انا دلوقتي حطيت الجوز هند وحطيت السوداني، وهحط الفواكه والزبيب وهقلب كويس قوي. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب الشوكولاته، وهبتدي ان انا اقطعها قطع. انا مرضتش ان انا اسيحها عشان عايزه احس بالطعم بتاعها وانا باكل الكيكه. تمام، انتي لو حابه تسيحيها براحتك يعني. بعد ما قطعتها بقى كده هبتدي ان انا احطها على جنب واجيب الجيلاتينه وادوبها في ميه سخنه، وهقلبها كويس قوي، وابتدي ان انا اصفيها من اي كتل موجودة، علشان لو انا حطيتها كده ممكن يبقى فيها كتل صغيرة ونحس بالطعم. هقلبها كويس قوي، وبعدين احط الشوكولاتة وهقلبها كويس. وبعد كده هبتدي احط كل الخليط ده للبسكوت اللي انا مكسراه. طبعا البسكوت انا مش مكسراه يعني مش موضحاه، لان انا عايزه لما اقطعها احس ان في بسكوت، ما يبقاش دايب وما يبقاش متكسر قطع صغيره، لا، انا عايزه برضو احس بطعم البسكوت. هقلبه كويس، وبعد كده اكون محضره صينيه، هصب الخليط كله فيها، وبعد كده احطها في الفريزر تجمد شويه تمسك شويه. بعد بقى ما احط لها بقى التزيين اللي انا عايزاه، سواء سوداني، جوز هند، عايزه تسيحي شوكولاته تاني وتحطي على الوش زي ما انتي عايزه الحاجه دي، براحتك انتي. هحطها بقى في الفريزر تجمد شويه، وبعد كده هقطعها لما تجمد واوريها لكم. انتي بعد ما طلعناها من الفريزر ده شكلها النهائي. لو انتي حابه تحطي لها اي صوص شوكولاته زي ما انتي عايزه. ودلوقتي انا خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكتر ناس مشاهدة، واكتبوا لي في التعليقات لو الفيديو عجبكم.